واتساب عليكم ايوتوبيين ايوتوبيات. معاكم بلال رامي، والنهارده حلقة جديدة هنتكلم فيها عن انت ليه ما بتعملش عضلات. حلقة النهارده حلقة حلوة جدا لان بيبقى في ناس كتيرة جدا بتبقى بتتمرن وبتحط مجهود هي تبقى شايفة انها عملت اللي عليها بس ما بتعملش عضلات. ليه بقى؟ النهارده هنتكلم عن 5 اسباب انت ليه ما بتعملش عضلات. في الحقيقة هم في 10 أسباب عايز أتكلم عنهم، بس عشان الفيديو ما يطولش هعمل الفيديو ده على جزئين. في الجزء الأول هيبقى فيه 5 أسباب، والجزء التاني هيبقى فيه 5 أسباب. أول 5 أسباب معانا في الفيديو النهاردة اللي هنتكلم فيهم. أول حاجة هنتكلم فيها عن التغذية، ماشي؟ لأن يعني لما يجي حد يجي يسألني أنت، أنا مش بعمل عضلات، أنا بروح أتمرن بس مش بعمل عضلات، أول سؤال بسأله له بتاكل قد إيه؟ علشان مفيش أي تمرين هيوصلك مثلا من 60 كيلو ل 90 كيلو لوحده. فأول سؤال باسأله بتاكل قد إيه؟ عشان في معظم الأحيان هي مش مشكلة تمرين، هي مشكلة أكل. فأول سبب معانا هو عشان أنت ما بتاخدش بروتين كفاية. هنتكلم عن نسبة البروتين اللي أنت محتاجها كواحد طبيعي، فهنقول إن أنت محتاج جرام واحد للبروتين للباوند اللي هو الرطل الواحد لجسمك على مدار اليوم. عشان ده واحد طبيعي هو جرام بروتين للباوند الواحد لجسمك. كل الابحاث بتقول ان انت كواحد طبيعي مش محتاج اكتر من جرام بروتين للباوند الواحد. ده كمان جرام البروتين للباوند الواحد اوفر كيل، يعني زياده. يعني انت باقل من جرام بروتين للباوند الواحد لجسمك هتعرف تعمل عضلات كويس جدا. زي ما انت عارف طبعا ان البروتين هو المصدر الاساسي لبناء العضلات، فلازم بروتين كفايه، مش اي اكل وخلاص، لان انت لو اكلت كتير هتتخن. انت مش عايز تتخن، انت عايز تعمل عضلات، صح؟ انا عارف انك عايز تعمل عضلات، يبقى تاخد البروتين الكفايه اللي انت محتاجه. تاني حاجة معانا هي، أو تاني سبب معانا أنت ليه ما بتعملش عضلات، هو علشان ما بتاخدش سعرات كفاية. تعرف إزاي إذا كنت أنت بتاخد سعرات كفاية ولا لأ؟ الموضوع سهل جدا. لو عدى عليك أسبوع أو اتنين وما بتزيدش من نص باوند لباوند، اعرف إن أنت بتاخدش سعرات كفاية. فلازم تبقى بتزيد من نص باوند لباوند على مدار أسبوع أو اتنين باستمرارية على بقية الأسابيع. يعني كل أسبوع أو اتنين باستمرار أنت بتزيد من نص باوند لباوند. طب ده لو ما بيحصلش يبقى أنت ما بتاخدش سعرات كفاية. طب لو ده بيحصل يبقى أنت بتاخد سعرات كفاية، مش هتنع أهم أي حاجة. فأول سبب معانا قلنا إيه؟ ما بتاخدش بروتين كفاية. تاني سبب ما بتاخدش سعرات كفاية. طيب تالت سبب معانا هو إنك ما بتتمرنش بتكنيك كويس. احنا خلاص خلصنا الجزء بتاع التغذية، دلوقتي هنخش في التمرين بقى. إنك ما بتتمرنش بتكنيك كويس. هما حاجتين مهمين جدا: ال الكنترول اللي هو التحكم في الوزن، والstretch اللي هو ما البعد وانت نازل بالوزن، بعده قد ايه. لان الstretch بتاع العضلات هو اهم نقطة في العدة. يعني وانت بتلعب كده انت بتزق كده، صح؟ دي اهم من دي، ماشي؟ فانت بتنزل قد ايه وانت بتلعب. كل ما بتعمل stretch للعضلة كل ما بتدمر الفايبرز بتاعت العضلة، كل ما بيكون في بناء عضلي احسن، وكل ما بيكون في تحكم في الوزن كل ما هيقل الإصابات، وكل ما هتحط ضغط على العضلة أكتر، فبالتالي هتساعد في تدميرها أكتر، فبالتالي بناء العضلات هيكون أعلى. أوكي؟ أنا مثلا بيجي لي حد مثلا يقول لي أنا دراعي ما بيكبرش، أو بلاش الشيست عندي ما بيكبرش، أروح أشوفه بيتمرن ألاقيه مقفز عمال يعمل كده، اللي شغال بس الكتف أو بيعمل كده فالترايسبس اللي شغالة. ما طبيعي انت لا في تحكم ولا في ستريتش ولا بتلعب صح اصلا. فالتكنيك الصح، وبعد التكنيك الصح، بعد ما انت تلاقي التكنيك الصح بتاعك اللي انت مرتاح فيه، الجوينتس اللي هي المفاصل عندك مرتاحه فيه، وانت مش حاسس ان انت مش مستريح في الموضوع، حاسس انك مرتاح وكل حاجه تمام، بعدها يبقى في التحكم في الوزن وانت طالع وانت نازل. اهم حاجه التحكم في وانت نازل، وتنزل على قد ما تقدر. زي ما قلنا دي الحته اللي تحت دي، ماشي؟ وانت مثلا بتلعب بايسبس الحته اللي تحت دي وانت كده فارد كده، هي دي اهم نقطه وانت بتفرد العضله. اوكي؟ طيب خلاص احنا قلنا ال3 حاجات دول. رابع حاجه اللي تبص عليه بعد كده هي انك ما بتتمرنش بشده عاليه. يعني تعرف منين اذا كنت بتتمرن بشده عاليه ولا لا؟ لازم يكون على الاقل في 3
عدّاد في الreps and reserve اللي هي اللي متبقي عندك في التانك بعد ما خلّصت. أنا مثلًا يعني أنا بالعب biceps، قعدت ألعب 1، 2، 3 هوبا 10، 12 رُحت منزّل الوزن. طيب هل أنا ممكن ألعب 5 كمان؟ آه. ممكن ألعب 10 كمان؟ آه. طب ما لعبتهمش ليه؟ لازم توصل لfailure، لازم توصل لفشل عضلي، أو على الأقل قريب جدًا من الفشل العضلي، اللي هو توصل لدرجة الحتّة اللي أنا قُلتها، إن ما يبقاش في التَّكة عندك حاجة متبقية غير 3 عدّات بالعافية. اللي هو مثلًا لو فرضًا أنت خلّصت تمرين وخلاص فعلًا وصلت لfailure، وجيت أنا واحد مثلًا كcoach رُحت داخل زقّك بالعافية، أنت فعلًا ما تقدرش تجيب إلا 3 بالعافية. فإنك تخش تلعب التمرينة وتقعد تزُق وتلعب عدّات وبعد كده ترمي وتخش على اللي بعده، ده مش هيوصّلك لحاجة. الفشل العضلي هو اللي هيوصّلك لحاجة. فحاول على قد ما تقدر وأنت بتلعب تبقى حاسس إن أنت في العدّات الأخيرة إن أنت فعلًا خلاص بترفع الوزن بالعافية ومش قادر، وأنت نازل الوزن بيحرقك تبقى أنت فعلًا مش قادر، تبقى خلاص الموضوع عندك أنت ميت بمعنى الكلمة يعني. فهي دي بتعرف اللي بتحدد بيها مقياس الشدة بتاعة التمرين بتاعك. خامس وآخر حاجة، إن ما فيش مجاميع كفاية. أنت مش مثلًا واحد ييجي يقول لي أنا الكتف الخلفي عندي ما بيكبرش. طيب بتلعبه إمتى؟ بالعبه مع الكتف. طيب بتلعب إيه يوم الكتف؟ بالعب shoulder press، بالعب lateral raises، مش عارف بالعب single، مش المهم يعني بييجي عند بقى الكتف الخلفي، بالعب flies بالمكنة كده 3 مجاميع وبامشي. طيب ماشي بتلعبها إمتى تاني؟ لأ أنا بالعبها مرّة واحدة بس في الأسبوع. يعني أنت بتلعب العضلة اللي هي أصلًا حجمها قد كده، اللي هي أصلًا الاستشفاء بتاعها أو الrecovery بتاعها ممكن ما يكمّلش يومين، مرّة واحدة في الأسبوع و3 مجاميع بس. طب أنت متوقع عايزني أقول لك إيه يعني؟ ما أكيد مش هتكبر. فعلى الأقل، على الأقل من 4 ل8 مجاميع للعضلة. طبعًا دي أنت بتحددها على حسب شدة التمرين وعلى حسب أنت مقسّم أيامك إزاي ومقسّم تمرينتك إزاي، والعضلة بتلعبها مرّة والّا مرتين في الأسبوع والّا حتى 3، أيًا كان اللي بتلعبه، بس على الأقل 4 ل8 مجاميع. عضلة زي الكتف الخلفي دي محتاجة مجاميع كتيرة، محتاجة شدة عالية، محتاجة إنك مثلًا ممكن تلعبها يومين في الأسبوع، عشان زي ما أنا قُلت هي عضلة أصلًا ما بتكمّلش يعني عُقلة صوابعي، العُقَل كلّها. فالاستشفاء بتاعها سريع، تقوم جاي خابطها تاني. لو بتلعبها مع الكتف اخبطها تاني مع الضهر. فاهم قصدي؟ 5 مجاميع، 6 مجاميع في كل يوم فيهم، عشان تلاقي فيها نتيجة. وبس، ودول كانوا 5 أسباب أنت ليه ما بتبنيش عضلات. لو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لي thumbs up. استنى الجزء التاني من الفيديو ده عشان هنتكلم فيه عن ال5 أسباب التانيين أنت ليه ما بتبنيش فيها عضلات. روح اعمل لي follow على الإنستجرام، في صفحتين هاسيبهم على الشاشة عندك وهاسيبهم في الdescription box. خش اعمل لي follow وتابعني وتابع الstories والposts اللي بانزلها، هتستفاد قدر الإمكان. شوف الحلقات اللي فاتت واستنى الحلقة التانية عشان دي مرتبطة بالحلقة دي. أشوفكم على خير إن شاء الله.